لو جالك راجل عجوز وسلمك عينة سيمن لتحليل السيمن أناليسيس، ومنها عرفت قيمة السبيرم كونسنتريشن، وفي نفس اللحظة جالك شاب صغير وسلمك عينة سيمن لتحليل السيمن أناليسيس، ومنها تم تعيين قيمة السبيرم كونسنتريشن، فمن المتوقع إن السبيرم كونسنتريشن عند الراجل العجوز بتساوي السبيرم كونسنتريشن عند الشاب الصغير. أما لو رجعنا للراجل العجوز، من نفس عينة السيمن تم تعيين قيمة التوتال سبيرم كاونت، ومن الشاب تم تعيين قيمة التوتال سبيرم كاونت. وفين متوقع ان التوتال سبيرم كاونت عند الراجل العجوز مش هتساوي التوتال سبيرم كاونت عند الشاب الصغير، وده لان التوتال سبيرم كاونت بتقل مع تقدم العمر. اما السبيرم كونسنتريشن فهي بتتاثر بحجم الافرازات اللي بتفرزها الغدد التناسليه عند الراجل بصوره يوميه. عشان كده انت لو عايز تقيم السبرم برودكشن في الميل او عملية انتاج السبرمز بشكل طبيعي بيتم ولا لا، بيتم عن طريق تحليل السيمن اناليسيس من قيمة التوتال سبرم كاونت وليس قيمة السبرم كونسنتريشن.